السلام عليكم احبائي اعزائي متابعي قناه اسماعيل جعفر، مرحبا بكم سواء داخل المغرب او خارج المغرب. قناه ترحب بكم تتم لكم متابعه ممتعه. اليوم احبائي غادي نهضر لكم على تسولني بزاف شنو الفرق ما بين سنغافور وكوريا، ولا ما بين هونغ كونغ وكوريا، وما بين سلطنه بروناي وكوريا، وشكون اللي احسن، واش سنغافور ولا كوريا ولا المهم كثرة الاسئله غنجاوبكم عليها في واحد الفيديو. هذا الفيديو مختصره، ومن بعد غنطرق لكم اي دوله بحكم هاد الدول انا عشت فيهم وشفتهم وعرفتهم، لا سلطنه بروناي ولا هونغ كونغ ولا سنغافور. لكن قبل ما نبداو واحد الدعاء: اللهم لك الحمد يا ربي، لك الحمد والشكر على الناس اللي راهم مشغولين بينا، ويا ربي لك الحمد والشكر على الناس على اننا ما مشغولينش بالناس، والناس بوحدهم مشغولين بينا. هذا دعاء دائما تنطلبوه، اللهم لك الحمد على الناس اللي مشغولين بينا. اذا كما قلت لكم بالنسبه شكون اللي احسن، واش كوريا ولا هونغ كونغ ولا سنغافور، وشكون اللي مزيانه وشكون، يعني باش نختصر لكم الكلام، كوريا احسن منهم بثلاثه. كوريا تعتبر القوه الاقتصاديه الثالثه، لا تروازيام بويسونس ايكونوميك في لازي. الصين هي الاولى، موراها اليابان وتابعها كوريا. علاش كوريا احسن من هاد الدول؟ وكوريا في ميدان العمل وفي ميدان الفرص احسن حتى من اليابان، وفي ميدان تقديم اللجوء. هذا الفيديو دابا نديرو لكم حتى هو بوحدو. بالنسبه لكوريا علاش احسن من هاد؟ عندك هونغ كونغ ولا سلطنه بروناي ولا سنغافور، هادو دول تا هما يعني الانسان تا هما فيهم الحياه زوينه، تا هما فيهم الحياه صراحه، تا هما فيهم الحياه زوينه، ولكن بالنسبه لهاد الدول ما فيهمش المصانع بحال اللي كاينين في كوريا. كوريا فيها 8 مليون د المصانع، يعني كاينه الخدمه. راه كاين اللي جا لكوريا اليوم بحال دابا جا اليوم وغدا صبح خدام، كاين اللي جاو جلس 3 ايام وصبح خدام. الناس علاش؟ لان المصانع كاينه كثيره واليد العامله مطلوبه، بخلاف هاد الدول لا سنغافور ولا سلطنه بروناي ولا هونغ كونغ، يعني صعيبه فيها الخدمه، صعيبه باش تلقى الخدمه. وإلا بغيتي تلقى الخدمه خصك تزوج، والزواج كاين غير في سنغافور ولا في هونغ كونغ. سلطنه بروناي راجل صعيب باش تتزوج بوحده من بروناي، لان وحده بروناي عندهم ديك العقليه نتاع كي بحال اللي كانت عند الليبيات هذه شحال، خصك تجيب لها الذهب والخرفان وتعطيها بالصدق شي 10 مليون، لان بالنسبه لهم هما برونايا ما تتزوجش، ما تنظنش عربي يتزوج برونايا، صعيبه سي ديفيسيل. انا كنت تما وبحثت في هذه الامور، ما تاخذك شي بروناي، واخا تلقاها زعما كاع عيانه ما فيها ميته، ولكن ما تاخذكش. ولكن عربيه عندها الفرصه انها تتزوج في بروناي، لان غادي بالنسبه لذاك نتاع بروناي غتقام عليه رخيصه، بحال باش يتزوج تلقاو الاكثرين تاعهم تيتزوجوا دوك اندونيسيات ولا ماليزيات ولا عربيه تمشي كي بحال دابا تتزوج، ولكن باش تتزوج خصها تكون لابسه داك اللباس محترم، دايره داك الفولار ولابسه لباس محترم، ماشي داك العرا وداك الشيء. لان سلطنه بروناي خصكم تعرفوا واحد القضيه، هذيك دوله اسلاميه، ما كاينش لي بار، ما كاينش قهوه الشيشه، ما كاينش لي دونسين، ما كاينش هادشي تاع المخدرات. بلاد يعني ساده بالنسبه للناس اللي يعيشوا داك الاسلام وديك الاسلاميات. ديك الدوله صالحه لهم، واللي باغي يربي ولادو ويكون من ولادو ويقرب في ولادو، التعليم فيها جيد ممتاز. ديك سلطنه بروناي فيها التعليم، راه تعرف انا واحد المغربي تما كاينه الله يذكرو بخير، راه وليداتو قراو تما، ومن تما تخرجوا له بجوجهم طباء، قراو تما كاين، وهو عنده سميتو، عنده الاقامه تاعو في الانجليز، ومزوج بالانجليزيه مسلمه خدامه في السفاره نتاع بروناي، وهو استاذ تما كاين في بروناي. هادو تيكونوا تيتخلصوا مزيان. بالنسبه لسلطنه بروناي داكشي اللي تبقاو تسمعوا في الفيديو وداكشي كله ما منوش، لي سيت ما لي سيت، شوف هنا ولا حقه وراه الدخل ما الدخل. تنقول لكم سمعوا، تنقول لكم الحقائق اللي انا وقفت عليها، واش اللي تنقول لكم انا هو اللي كاين. بالنسبه لبروناي دابا بولانستون دابا راه بهم واقيلا واحد 800,000، مازال ما كملوش مليون، لان داكشي عندهم تيطلع، وعندهم اجانب كثار سورتو من بنغلاديش ومن باكستان. هذوك الباكستانيين كانوا تيجيبوا دوك لي ديبلوم مزورين، انفيرمي تيجيب ديبلوم انفيرمي مزور تيدفعوا لوزاره الصحه، وكاين تيجيب داكشي نتاعكم تيمشيو تيقراو العربيه وتيقراو هكا، تيجيبوا لي ديبلوم مزورين.
ولا من بنغلاديش يجيبوا دوك اللي تيعرف شويه العربيه تيقرروا عندهم شويه العربيه، ولكن تيجيبوا الاكثريه دوك الشواهد ولا الدبلوم مزورين. تنقول لكم شنو كاين، لان انفيرمي شنو هي الخدمه تاع انفيرمي؟ يجيك واحد تدير له قطن ولا سميت محلول ولا نقول دير له الدواء الاحمر تلوي له الباسما ودير له السقا. هذوك الباكستانيين يعني تياخذوا دوك لي ديبلوم مزورين تيجي بانه انفيرمي ولا انه معلم ولا انه كذا ولا هذه. هادشي لان انا كان معايا واحد المصري عنده ديبلوم بديك الاشعه نتاع لا راديولوجي نتاع الراديو، ودفع لوزاره الصحه وجاوبته ما كملش ميم با 24 وجاوبوا قال له ودي دابا بور لانستون عندنا الاكتفاء الذاتي، اذا كان عندنا شي حاجه دابا نتصلوا بك. وهادشي دابا تنقول لكم انا راه شي على عيني، انا وياه جالسين في سلطنه بروناي. بالنسبه لسلطنه بروناي يعني باش تلقى خدمه خصك اولا تكون تعرف شي واحد في بروناي، شي واحد اللي يعني انه كيفحال شي واحد معروف تما في بروناي وتيعرف الناس وعنده واحد كيفحال عنده واحد السمعه. كيفحال دابا مثلا نعطيك انا غير مثال، بحال دابا الامام المسجد ولا شي واحد تعرفوا بشي موظف كبير شي مدير تاع شي بنكه ولا شي حاجه اللي يمكن له يدبر عليك في الخدمه. الا دبر لك الخدمه ولقى لك الخدمه تاخذ سميتو ديك الاقامه نتاع العمل المده، كل ما تجدد لك الاقامه. ما تتعرف حتى شي واحد المصانع ولا اللي ما عندهمش هما المصانع بزاف، ما عندهمش الشركات، واللي تيقول لكم الاجر ديك 1400 ولا 1200 دولار ما كاينش من هذا الشيء. انا كنت تلقيت اندونيسيات خدامين في لي مول تيديروا الميناج، وتلاقيت الاندونيسيين خدامين في المساجد تيدخلوا المساجد تيصوبوا ويقادوا باش تلقى داك الشيء مزيان ونقي ومخير، تيعطيوهم 350 دولار في الشهر. اندونيسيات راهم تعرفهم راهم تما الان تيتصلوا بيا تيقولوا باغيين يجيو لكوريا ولا هما الاندونيسيين، تيعطيوهم 350 دولار في الشهر. يعني العماله الاندونيسيه رخيصه والعماله البنغلاديشيه رخيصه، 350 دولار 400 دولار. دابا انا شي تنقول لكم قبل من كورونا واقيلا في 2019 بخلاف دابا ربما يكونوا زادوهم تكون 400 ولا 500 دولار. ولقيت بروناي واحد بروناي لقيتو خدام في واحد المول داكشي بقيت ندوي معاه سولتو قلت له زعما انت بروناي يعني تتخلصوا؟ قال لي لا. هو قال لي هادشي، قال لي تيتخلصوا اللي عنده شي ديبلوم، يعني عنده شي ديبلوم بحال دابا فشي صناعه ولا عنده شي حاجه وخدام ديك الشركه. قال لي ايه تيتخلصوا مزيان، تيعطيهم واحد 3 المليون ولا هادي نتاعهم 3000 دولار بروناي تقريبا هي نقول لك شي مليون و800 الف فرنك ولا تقريبا 2 مليون مغربيه. ولكن تيكون عنده ديبلوم وصنايعي وتدير له الشركه ولا المصنع وداك الشيء عندهم قليل، لان هما الاكثريه تاعهم تيديروا هذيك الفالغانيزاسيون، يعني ماشي شي تيصنعوا. الاكثريه كلشي تعتمدوا على اليابان وعلى الصين وعلى كوريا، هادو باش تعرفوا وعلى ماليزيا، يعني باش تعرفوا هاد المسائل هكايا. هادي بالنسبه لسلطنه بروناي. ولقيت واحد قلت له شحال تتخلص ديك الوقت؟ قال لي تيعطيوني 500 دولار. قلت له تيقول لك تيقبضوا 3 مليون 4 مليون. قال لي لا، هو في السر قال لي شكون تيقبضوا 3 مليون 4 مليون؟ الا موظف مع الدوله ولا خدام شي بنكه ولا هادي تيقبضوا ديك 3 مليون 4 مليون 5 مليون داكشي مهم. اما انسان عادي كيف دابا خدام في ماكدونالد ولا هادي تيعطيوه 1000 دولار ولا 800 دولار. ولا كان عماله اجنبيه انت نقول الا كان اندونيسي ولا اندونيسيه ولا مالي تفوتولوش 400 500 دولار. هاد المسائل تنقول لكم انا بالتدقيق، ما باش اللي يبقى يقول لكم راه كاين 7 مليون 5 مليون. هي دوله غنيه هي، ولكن البروناي عندهم امتيازات، يعني عندهم امتيازات. واخا يكون تيقبض 500 دابا الا تزوج وبتزوج برونايا الملك نتاع بروناي الهديه نتاع الملك ليهم تيعطيهم ابارتمون، وعندهم دوك الجمعيات تيعطيوهم الفلوس وتيساعدوهم على بزاف د الحوايج والتطبيب والصحه بيليكي والتعليم بيليكي والادوات بيليكي وكل، يعني كاين بزاف د المسائل تتعطى بيليكي. ماشي غير هما، لا هما ولا سنغافور وحتى هونغ كونغ وحتى ماكاو. تنقول لكم دابا هاد الدول هادو انما في هونغ كونغ ولا في سنغافور تيكون عندك داك يعني داك الميزه انك تزوج. تنقول انا بالنسبه للناس اللي تيمشيو يحاربوا ويضيعوا براسهم في الفلوس 4 مليون 5 مليون، انا تنقول دير دراسه نتاع عام الانجليزيه في سنغافور، مادام ان سنغافور اللغه الرسميه نتاعها هي الانجليزيه، تقيد في جامعه سنغافور عام غادي تدخل راه في ذاك العام تيقراو معاك السنغافوريات مسلمات تيبغيو يتزوجوا بالعرب مسلم، وتزوج وصوب الاقامه تاعك وتصوب الاقامه. حيت تصوب الاقامه وتخرج لك لاكارت نتاع البيرمي دو ترافاي تيمكن لك تخدم في سنغافور ديك الساعات ب 3 مليون 4. اما من غير هادشي لقيت دوك الماليزيين خدامين تما في سنغافور تيخدموا بديك ديك السيكوريتي وتيخدموا داكشي. حيت سولتهم قلت لهم شحال تيعطيوكم؟ تيعطيهم 1000 دولار سنغافور. 1000 دولار سنغافور هي تقريبا شي 6000 درهم مغربيه ولا 6500 درهم مغربيه. هادشي اللي كاين باش ما تبقاوش تسمعوا الهضره وتقولوا لا. ثانيا مساله الفيزا، الا بغيتي الفيزا باش تاخذ الفيزا نتاع سلطنه بروناي من المغرب راه صعيبه.
المغرب غادي يبقى عليك جيب 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 ديك قوه الاوراق وقوه هذه وليت وداك الشيء كله ما كاينش. انا تنصح دو ميو الطريقه اللي قلت بها انا تجي لماليزيا كوالالمبور كاين واحد الباص تيدي لواحد المدينه صغيره صوبوها خاصه بلي بورجوا، خاصه بدوك لي بورجوا الناس مالي الفلوس، سميتها بوتراجايا. بوتراجايا فيها كاينه السفاره نتاع سميتها نتاع سلطنه بروناي. الا عندك الباسبور مطبوع فيه الطابعات وفيه كلشي تتمشي تتقدم تما كاينه انك طالب الفيزا، تزدي معاك البي نتاع الطياره هذه واخا تكون غير وهميه تزدي بها لان عندك فيها 72 ساعه، وتزدي معاك ريزيرفاسيون دلوطيل وتتعطيك هي تما تدخل تعطيك واحد 3 الاوراق تعمرهم وتدي معاك وتتعطيها وتكون عندك لاكارت ماستر ولا لاكارت فيزا تدير لها هي فوتوكوبي وتدير انت داك الاوراق تتعمرهم تقول لك شحال جايب معاك د الفلوس باش تدخل. انا الوقت فاش كنت كندخل عندهم كانت عطاتني ديك الاوراق وعاود ما ندير 5 مليون درت لهم 50 مليون. المهم عمرت اوراق اخرين داك الشيء هكا. كانت معايا واحد البنت تما بروناي هي اللي كانت بالانجليزيه تتساعدني وعمرت داك الشيء وساليت وعطيتها كل شيء وقالت لي من دابا قالت لي غدا اجي مع الجوج اجي. هذه طريقه واحده. وربما دابا تنظن ان بوتراجايا تيمشيو لها بزاف من مصر تيمشيو تما باش ياخذوا الفيزا. كاينه عاوتاني قنصليه اخرى ما تيعرفها حتى شي واحد. اش تنقول لكم انا حصريا الا كنتي في ماليزيا وبغيتي تمشي لجزيره لانكاوي، كاينه واحد الجزيره سميتها لانكاوي وكاينه ديك جزيره لانكاوي فيها واحد البلاصه تاع بحال مدن صغار بحال مناطق سياحيه صغيره كوتشينر ولا كوتشينو مابقيتش عاقل على السميه تاعها. هذيك كوتشينو كاينه تما واحد القنصليه نتاع سلطنه بروناي. تما تدخل غير بالباص لان ديك هي الطريقه الوحيده اللي يمكن لك تدخل بها بالباص على الحدود من جزيره لانكاوي تدخل لسلطنه بروناي بالباص. ولكن باش من ماليزيا تمشي لانكاوي حيت تنزل في المطار نتاع لانكاوي راه سي بوسيبل يخليوك تدخل تدخل يقول لك لا ما تدخلش. باش نقول لكم انا هادو تيعتمدوا الا كان عندك الباسبور مطبوع فيه الطبعات تدخل لجزيره لانكاوي راه حيت تدخل ديك تنزل في هذه المنطقه اللي قلت لك كيتشينر ولا كيتشينو كيتشن ما بقيتش عاقل على السميه نتاعها دابا نتفكر سميتها ونقول لكم. هذيك تما تدخل وتما تمشي كاينه القنصليه تهبط للشوارع تدوز حدا القنصليه نتاع سلطنه بروناي. تما غير تدفع الباسبور تقول له باغي ندخل 3 ايام ولا 4 ايام ما يعطيكش 3 ايام تيعطيك شهر. بخلاف السفاره عطاوني انا 3 شهور وقست فيها غير شهر وخرجت. انما دابا الا مشيت تقدمت المره الثانيه غيعطيوني 6 شهور ولا عام نجلس فيها سلطنه بروناي. انما يكون عندكم الباسبور حاولوا تكونوا في اسيا طبعوا الباسبور هنا تشوف الناس بلايص هكا. المهم فين ما طبعتي الباسبور كل ما كانوش طبعات مزيان تتاهلك. تنقول لك انا وسلطنه بروناي راه ما تعطيش الفيزا لكلشي باش ما يبقاش تيقول لكم سير سلطنه بروناي سير بروناي راه حقا. وكل المصريين تيديروا شي فيديو راه بروناي راه دوله هي دوله حقيقه غنيه ولكن غنيه لمالها الشعب ديالها وغنيه الانسان اللي عنده اقامه ومجوج ولا مجوجه ومقيمه تما. كاين الجمعيات نتاعهم تيتهلاو ديالهم وعندهم بزاف الامتيازات. راه ماشي غنيه الاجانب راه غنيه لمالها. داك الملك تيدير شي مسائل اللي هي زعما كاينه في صالح الشعب ديالو. انا قلت لك احسن هديه حيت تتزوجوا الملك تيقدم لهم برطمه تيعطيهم برطمه هديه الملك لانه هما باغيين البشر ولكن باغي البشر نتاع بروناي. وبروناي راه في الاصل راه كانت ارض ماليزيه ولكن الوقت اللي كانت تابعه لماليزيا ما كانش فيها البترول. من بعد عاد اكتشفوا البترول عاد اكتشفوا المسائل ونبطوا داك الشيء ولات دوله غنيه تعتبر من اغنى الدول. علاش من اغنى الدول؟ لانها دوله المساحه نتاعها صغيره والعدد البشر قليل. انا قلت لك تلقاو فيها غير بنغلاديش. الصين الريوق نتاعها تيطيحوا باغا تدخل تستثمر في ديك سلطنه بروناي. انما الملك حسن نتاع سلطنه بروناي وقف لهم كراب وما مخليهمش يدخلوا لان الصينيين الا دخلوا خصهم الشرابات خصهم بزاف المسائل وهو هاد المسائل ما كاينش لي دونسي ما كاينش لي بار وما كاينش داك العراق الزنقه. تشوف البنات غادي مقزبات ولا بالميني ولا وهذا كلش البنات تاعهم كلهم محافظات محتجبات. باش تعرفوا هاد المسائل هذه راه مسائل تنقول لكم انا اللي هي دقيقه. بخلاف هونغ كونغ ولا سنغافور يمكن الانسان يتزوج
ويمشي الانسان يقرا الانجليزيه. الا مشي يقرا عنده الوقت كامل، احسن ما يمشي لماليزيا ويعطيوه شهر ولا شهرين تيبقى داك الشهر تيبقى مضطرب غادي تسالي اما الا مشيتي قريتي تما ودرتي ترانسكريبسيون عندك عام تتلاقى مع السنغابوريات ومسلمات وتيبغيو يتزوجوا بالعرب، وغادي تلقى ربما تلقى حتى ديك اللي غتعجبك ماشي اللي غتفرض عليك. يعني الاكثريه المصريين اللي تيمشيو يقراو تما الانجليزيه تيمشيو يقراو الانجليزيه وتيتزوجوا غير تما بديك الطريقه، تلقاه في 3 شهور الاولى ولا في 4 شهور تيدبر على سنغابوريه، تتصوب له الاوراق، تولي عنده الاقامه، تولي عنده المسائل بيرمي دو ترافاي، تيمشي ديك الساعه كاع اللي يكمل ديك القرايه تيمشي يخدم. بالنسبه لكوريا تعتبر احسن منهم كاملين. علاش؟ لان كوريا فيها هذيك الفرص العمل، يعني وكاين معامل كثير في كل العامله مطلوبه، يمكن تلقى خدمه ماشي بحال هادو. هونغ كونغ صعيبه باش تلقى فيها خدمه الا ما كنتيش مزوج وعندك البيرمي ترافاي، هذه مساله ما تهضرش عليها. خاصك تزوج باش تصوب الاقامه باش تلقى بيرمي ترافاي تمشي تخدم، وتا هما تيخلصوا مزيان، لا هونغ كونغ ولا سنغابور ولا سلطنه، ولكن اكونديسيون. انا قلت سميتو سلطنه بروناي، راه الا ما عندك شي ان تيتر ومقبول مع شي حاجه تاع الدوله باش تاخذ 2 مليون 3 مليون، راه ما شي لاخر تقول لي تخدم في هذه ولا هكا، راه غير 350 دولار 400 دولار، دابا الا طاحوا 500 دولار. وانت تقول لك الان تيتصلوا بيا وراه تعرفهم اندونيسيات تما خدامين تيديروا الميناج بدوك لي مول وداكشي، راه شحال خدامين 300 دولار 350 400 دولار، الا كان دابا وقع شي زياده يعطيو لهم 500 دولار. والدراري دوك الدراري اللي خدامين في المساجد تيعطيوهم السكن، غير هما تيكونوا تينتاجوا ديك الماكله والشراب والسكن، هذا هو تيعطيوهم السكن وتيعطيوهم ديك الماكله والشراب وتعطيهم ديك 350 دولار ولا 400 دولار. بالنسبه لي تنظن انا بالنسبه للناس اللي ما ساعدهمش حد باش يدخلوا لكوريا، كوريا كاين طرق اخرى، كاين فيزا بيزنس. فيزا بيزنس انا سولت، انا عارف يعني شركات ومعامل وما سميتو دوك لي بتي موين انتربريز ودوك التجار، دوك التجار الكبار نتاع اللي تيبيعوا بالجمله وبالكرو تيقول لك نصوبها، ولكن تيطلبوا فلوس كثيره، تيطلبوا من 15 مليون فوق ويصوب لك فيزا بيزنس وتجي تدخل بفيزا بيزنس، ما يبقاش عندك ذاك الاشكال ولا المسائل. هذو الناس عارفهم وتنعرف ناس اللي لقيتهم معاهم كاين يصوبوا لهم ديك الفيزا بيزنس. هذه المساله هذه ما ياخذكمش فيها الشك. بالنسبه تيقولوا لي الدعوه انا تنقول لك الا ما صوب هذاك الشيء كوري ولا كوريا ولا خوك ولا اختك مزوجه بكوري ولا خوك مزوج بكوريا وتيصوبوها غير العائله ديالهم، غير خوه ولا اخته ولا مو ولا بوان، ويكون عنده الاف 6 هو اللي يمكن له تصوب له الدعوه. بخلاف واحد اخر الجيوان ولا شي واحد يقول لك انا غنصوب لك ولا هذه، انا عيطت ليه ديما شي واحد قال لك شي واحد قال له صيفط لي 500,000 كوريه، يعني تقريبا شي 4000 قال له غنصوب لك الدعوه. قلت له هادشي راه ما كاينش منه وكون هاني. الدعوه يصوبها لك كوري اذا كان تيعرف شي كوري، وكوري بيزنس مان يعني عنده شركه، حيت تيصوب وتيمشي وانا حتى مشى ليميغراسيون تقول لهم انا جايبوا الشركه نتاعي غادي نحطو يعني في التجربه باش نشوف هذا السيد هذا راه هكا يصلح لي وغادي نجيبو في التجربه. تتكون ديك الدعوه نتاعو تتمشي وتتصوب له وتيجي بها وتيدخل بها، لان حيت تيجي للمطار راهم جاو شي وحدين بالدعوات للمطار ورجعوهم. علاش مصوبينهم وحدين اخرين ما بيزنس مان تيعيطوا له. كاين شي بنات تيصوب هذا شي كوري، ولكن حيت تيعيطوا لهم من المطار تيقولوا هي جات تيهزها تيحطها كيبان المهم تيسمعوا شرطه المطار تيخافوا كوره تيخافوا، تيقول لك لا، يقول لك لا ما عندي ما ندير. بحال دابا حنا في المغرب مثلا جاي شي واحد افريقي من الكاميرون ولا من نيجيريا وانت كنتي غير تتواصل معاه في فيسبوك ولا هادي، تيجي للمغرب العباد تيجي للمغرب في المطار تيقول لهم لا راني تنعرف واحد السيد شنو تيعيطوا لك البوليس يقول له لا خويا ما تعرفوش زوج حطوا ما صافي انا تنتواصل معاه ماشي غنجي باش ندخلو ولا وهكاك تالكوار مع العرب، لان العرب اللي عندهم هذا المشكل تاع الدخول، اما الاوروبيين ولا الامريكيين ولا دول اخرى تيدخلوا هانيين ما تيلقاوش مشكل. اذا تنظن ان كوريا سنقول لكم احسن منهم، لان كوريا تعتبر لا تروازيام بويسونس دازي، يعني دوله من الدول العشرين القويه اقتصاديا، دوله اللي فيها تقريبا 8 مليون د المصانع، يعني فرص شغل مطلوبه فيها، يعني فرص العمل كاينه قلت لكم اللي جا اليوم ولا غدا يصبح خدام، اللي تيعرف يدبر على شي واحد راه تعرف يدبر عليه. بخلاف اليابان رغم ان القوه الثانيه اقتصاديا وفيها الصادر احسن من كوريا وفيها الاوقات ماشي بحال كوريا 12 ساعه تيخدموا غير 8 ساعات، انما اليابان صعيبه باش تلقى فيها الخدمه وصعيبه باش دير فيها الاقامه. اليابان تطلب داك اللجوء، تطلب عندك وثائق، عندك الحجاج، اذا ما كانوش عندك خصك تدخل تدير اللجوء،
تيديوك 8 شهور على اقصى بعد عام، تيقول لك صافي خصك تخوي، ما بقيتيش هكا. اكثريه تاع التوانسه تيحرقوا، لان التوانسه تيدخلوا اليابان بلا فيزا، حيت تيحرقوا تيشدوه، تيمشيو لبلايص فين كاين العرب، تيتجمعوا تما تيخليوهم تيميكوا عليهم، تيشدوهم ترانسفيري سميتو. وراهم دازو عندي شي 2 ولا 3 تاع التوانسه راهو يسوسون ريفولي من اليابان، وراهم جاو دخلوا هنا لكوريا، تيمشيو تيعاودوا الباسبور، تيصوبوا المسائل تاعهم، تيوليو يرجعوا تيدخلوا لكوريا هنايا. اذا تنقول لك اليابان عندك 8 شهور عام، الا ما تزوجتيش في ديك لا بيريود خصك تعرف كي دير تزوج بديك لا بيريود، تتزوج تتصوب لك الاقامه، تدخل ديك الشهر، تتولي عندك البيرمي ترافاي، تتمشي تخدم على راسك، تتبقى مهني. اذا تتكون مزوج بيابانيه وتتصوب لك، هما داكشي عندهم فيت في داكشي، يعني الناس خدامين، تتحس بان الاداره خدامه، طرق بي تولي عندك لاكارت ولا عندك السيجور تاعك، وخرج ديك الساعات تخدم فين بغيتي. ولا كنتي باغي تحرق في اليابان ما تبقاش جالس تحرق في طوكيو، لان طوكيو تتعرض فيها جرائم كثيره، تتوقع فيها جرائم، ربما تجيب كما تنقولوا حنا بالمغربيه، تجيبك السنطه وتتحصل، تيقول لك الوراق تلقاو لك حرق ترونسفيري لبلادك، ما يزيدوش معاك الثانيه. بخلاف سلطنه بروناي فيها زيرو جريمه، شتي زيرو جريمه، الا وقعت تتوقع عندهم جريمه واقيله في الشهر ولا في 20 يوم، ولا تتوقع شي جريمه، وشي جريمه اللي هي جنحه، تظن واقيله كاع هذوك واقيله ما عندهمش كاع حتى الحبس، الا ما خفتش نكذب. اذا هادو معلومات اللي ما مهمين، تيسولوني بزاف شنو الفرق وشنو اللي احسن، وهذه قلت لكم هذه. وترقبوا ان الفيديو الجاي ان شاء الله ندير لكم واحد الفيديو على واحد النوع من الفيزات نتاع كوريا نتاع الجيوان، اللي يمكن لك تخدم بها رغم هذيك 6 شهور اللي تيقول لك ممنوع تخدم، تمشي تخدم بديك 6 شهور واخا ما عندكش عقد العمل ولا تخدم، واخا يلقاوك ليميغراسيون ما يديوكش. كاين واحد النوع من الجيوان اللي انها تيمكن لك تخدم بها، ولكن تتصوبها لك واحد المؤسسه، تعطيك واحد لاكارت، واحد المؤسسه كوريه تاع الدول تعطيك واحد لاكارت، بديك لاكارت تمشي ترد ديك الجيوان، ترد لواحد لو نومبر، واحد لو نيميرو، وداك النيميرو تيمكن لك تخدم به، واخا يلقاوك ليميغراسيون ما يشدوكش وما يديروش ترونسفير، واخا الجيوان واخا ما عندكش عقد العمل تخدم. هذا غندير لكم، ترقبوا الفيديو الجاي ان شاء الله، هو اللي غندير لكم عليه هذا الحديث على هاد الجيوان هذه. وديك الساعات اللي عنده اللي بامكانه يحصل عليها راه غادي يحصل عليها ويمشي يخدم، ما بقاش ويمشي ويخدم رغم الجيوان ويمشي يخدم. اذا تنظن اني بلا ما نطول عليكم، وراه كل مره غنبقى ندير لكم كل فيديو بوحدو، لا على سلطنه بروناي ولا على هونغ كونغ ولا على سنغافور. وان شاء الله الفيديو اخر جاي ان شاء الله غادي يكون مليء ومهم بالمعلومات المهمه. تنقول لكم انا دائما رجعوا للفيديوهات نتاعي، راه دائما تلقاو فيهم معلومات مهمه، راه معلومات اللي هي مهمه ومهمه جدا. مابقاوش تسرعوا، كاين اللي تيبقى يسمع هذا صاحبو عيط له قال له اجي حقا دير هذه وصاحبته وداك الشيء، ولكن الواقع راه شكل اخر. رجعوا حيت الفيديو نتاعي راه فيهم جميع المعلومات، رجعوا للفيديو تبقاو تقراو وتصنتوا الفيديو كامل، تسمع شنو تنقول، راه فيهم معلومات مهمه جدا جدا. اذا ما بقى لي الا ودعكم، ولقاؤنا في فيديو اخر جاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.